جائزة صندوق القمامة الذهبي. صندوق القمامة الذهبي، نعم مثل ما سمعت، كان هناك جائزة بهذا الاسم، وكانت تمنح للاعب الأكثر خيبة للآمال، واللي كانت تمنح في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، وذلك في نهاية كل موسم. وكانت الجائزة شبيهة بالكرة الخشبية، وكانت تعتبر من الجوائز الساخرة المعاكسة لقيمة جائزة الكرة الذهبية. وكان يتم اختيار الفائز عن طريق التصويت، عن طريق مستمعي برنامج كاتير سبورت عبر الأثير والإنترنت والراديو. ومنحت الجائزة لأول مرة في عام 2003 للاعب البرازيلي ريفالدو من نادي ميلان الإيطالي، وهذا الأمر أزعج مدرب منتخب البرازيل اللي كان في وقتها كارلوس ألبرتو، اللي وصف الأمر بأنه عدم احترام لبطل كأس العالم عام 2002، بما أنه اللاعب اللي اختاروه كان من المنتخب البرازيلي. وفي موسم 2004 حصل عليها لاعب اليوفي ليجرو تالي، وفي الموسم التالي يعني في عام 2005 راحت لبوبو كريستيان فييري. أما البرازيلي أدريانو فحصل عليها في موسمين متتاليين 2006 و2007، وفي عام 2008 حصل عليها البرتغالي كواريزما، وفي موسم 2009 عادت إلى البرازيليين واللي أخذها اللاعب فيلبي ميلو. أما البرازيلي أدريانو فحقق الهاتريك فيها لما فاز بالجائزة عام 2010. وما شفع فوز الأرجنتيني دييغو ميليتو بالأبطال عام 2010 حتى يحصل على الجائزة في عام 2011. أما في عام 2012 فكانت هذه الجائزة آخر جائزة وتقدم إلى اللاعب ألكسندر باتو. وتوقفت هذه الجائزة بعد هذا التاريخ، ولكن اللي بيختلف في عام 2012 انه التصويت تم عن طريق الفيسبوك، ويعتبر الانتر هو اكثر الاندية حصولا على هذه الجائزة، جائزة صندوق القمامة الذهبي ب4 مناسبات، يلي ميلان ب3 مرات، واليوفنتوس مرتين، وروما مرة. طبعا مش عارف ليش وقفت هاي الجائزة، يعني كانت الجائزة جميلة ومقنعة وفي لاعبين الآن بيستحقوها، ولكن يبدو أنه صوت الفيفا كالعادة يعلو على كل الأصوات، فلو كان بده إياها الفيفا ضلت، وبما أنه ما ضلت فمعناته ما بده إياها. كانت هاي القصة من كتاب 100 معلومة كروية. بشكركم على حسن المتابعة، لا تنسوا الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو. كان معكم نضال العسل، والسلام عليكم ورحمة الله.